تحية طيبة إليكم مشاهدينا، أهلا مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نسعد فيه باستضافة وزير التربية الوطنية الدكتور محمد صغير سعداوي للحديث عن آخر التحذيرات الخاصة بامتحانات شهادة البكالوريا وكذا كل المكاسب التي استفاد منها موظفو القطاع خلال هذا الموسم. معالي الوزير محمد صغير سعداوي، أهلا بك، شكرا على قبول دعوة التلفزيون الجزائري. شكرا، بارك الله فيك. شاكرين للتلفزيون العمومي الجزائري هذه الحصة، وشاكرين له أيضا مرافقته الدائمة المستمرة لقطاع التربية الوطنية. واسمحي لي بداية أن أهنئ الشعب الجزائري عامة وقطاع التربية الوطنية بكامل موظفيه بعيد الأضحى المبارك، متمنين لأبنائنا المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا وعلى الذين اجتازوا وللذين اجتازوا شهادة التعليم المتوسط النجاح في مشوارهم هذا، ويعني اعتلاء المناصب التي دائما حلموا بها، يعني منتقلين بعد ذلك إلى طور آخر جديد، سواء الطور الثانوي أو الطور الجامعي بالنسبة لشهادة التعليم، شهادة البكالوريا. نعم معالي الوزير، قبل أن نخوض في امتحانات شهادة البكالوريا التي تفصلنا عنها سويعات فقط، لا بأس أن نعرج على امتحانات شهادة التعليم المتوسط. معاليكم كيف تقيمون سير هذه الامتحانات؟ هل سجلتم ربما ملاحظات أو نقائص تستدعي المعالجة أو الاستدراك مستقبلا؟ بارك الله فيك. اسمحي لي بداية أن أشير إلى أن هذه الامتحانات النهائية سواء امتحان شهادة التعليم المتوسط أو امتحان شهادة البكالوريا تحظى في المجتمع الجزائري بمكانة عالية جدا، وتكاد هذه المكانة أن تلامس حتى يعني القداسة بالنسبة للعائلة الجزائرية، بالنسبة للمواطن الجزائري، لا سيما بالنسبة لأولياء التلاميذ ولطبعا مؤسسات الدولة الجزائرية تحظى بهذه الأهمية وبهذه المكانة العالية، ولذلك تسخر لها الدولة من خلال قطاع التربية الوطنية أو حتى القطاعات الشريكة، تسخر له يعني من الإمكانيات الكثير من أجل ضمان يعني أن يتنافس أبناؤنا في ظروف إيجابية، في ظروف شفافة، في ظروف مريحة. طبعا التنافس هذا الذي نحن نشتغل عليه وتجند له كل هذه التجهيزات وكل هذه الإمكانات، سواء من وزارة التربية الوطنية أو من وزارة الداخلية أو من الجماعات المحلية أو طبعا من باقي المؤسسات الأمنية التي تسهر على أمن المواضيع وعلى أمن التلاميذ وعلى أمن المؤسسات وعلى أمن أوراق الإجابة وعلى أمن النتائج. كل هذه الترسانة من التجهيزات، كل هذه الإمكانات التي تسخرها الدولة في جميع مراكز الإجراء المنتشرة عبر جميع ولايات الوطن من أجل تقريب هذه المراكز من تلاميذنا، مسخرة لهم ما يلزم من النقل، ما يلزم من الإطعام، ما يلزم من الإيواء. هذه التجهيزات كلها يعني تبين وتبرهن على أن الامتحانات هذه تحظى بهذه المكانة الكبيرة وتحظى بهذه القداسة عندنا. طبعا الهدف هو كما قلت لك توفير هذه الظروف وهذه الأجواء المناسبة من أجل أن يجتاز أبناؤنا هذا الامتحان في هذه الظروف التي تضمن العدالة للمترشحين. العدالة لماذا؟ لأن الذين اجتهدوا وتعبوا وسهروا وبذلوا ما بذلوا من أجل أن يصلوا إلى هذه المرحلة وإلى هذا اليوم بالذات، إلى هذه المرحلة بالذات من تلاميذنا من حقهم أن يكون التنافس على المراتب الأولى يعني تنافسا مضمونا، تنافسا محميا بجميع الإجراءات، بجميع الظروف، من أجل أن يكون التنافس بهذا الشكل لنصل في الأخير طبعا إلى نتائج يفرح بها المجتهد الذي يحس في الأخير بأنه فعلا يعني حصل نتيجة تعكس تعبه وتعكس اجتهاده وتعكس يعني سهره، ويحس بأن مؤسسات الدولة وبأن هذا القطاع وبأن المراكز الإجراء ضمنت هذه الظروف الفضلى
من أجل أن يتنافس أبناؤنا تنافسا نظيفا، من أجل أن يتنافس أبناؤنا تنافسا شريفا. ولذلك هذه التجهيزات هي التي انعكست على ظروف يعني امتحان شهادة التعليم المتوسط الذي يعني جرى ومر في ظروف عادية، في ظروف جيدة من التحكم في يعني مجريات سير الامتحان. مما سجلناه يعني على امتحان شهادة التعليم المتوسط هو طبعا ذلك الانضباط والحس العالي لدى المؤطرين في مراكز الإجراء. إضافة إلى ذلك يعني ربما من المرات النادرة أن امتحان لا يعتمد فيه نظام يعني الانترنت، لا يعتمد فيه قطع الانترنت ولا حجب الانترنت عن الاوساط العامة. ومع ذلك لم نسجل ولا حالة واحدة لتسريب مواضيع الامتحان. لماذا؟ لأن الإجراءات في الحقيقة التي الآن يتخذها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والضمانات الموجودة في الحقيقة والالتزام الكبير لمؤطري الامتحان سهروا سهرا تاما على أن الأظرفة، على أن حافظات المواضيع لا يمكن أن يعني في كل الأمان في مسار آمن إلى أن تصل إلى التلميذ الممتحن وإلى المترشح. يعني صار تسريب الامتحان من الماضي ربما، ومن الأشياء يعني المستبعدة جدا. كل إجراءات آمنة مؤمنة لوصول الامتحان، لوصول الموضوع إلى المترشح. لم تسجل هناك حالات من شأنها أن تؤثر على سير الامتحان. طبعا هناك بعض الحالات القليلة جدا التي سجلناها والنادرة والتي تكاد أن تكون مهملة بالنسبة لعدد المترشحين. كي يكون عدد المترشحين 826 ألف مترشحا ونجد 50 حالة أو 40 حالة من حالات الغش بالنسبة لأبنائنا الذين حاولوا يعني الغش في الامتحان. هذه حالات مهملة، ومع ذلك كانت الوزارة وكانت المراكز صارمة في التصدي لهذه الحالات. وطبعا الحالات التي يعني ينص القانون على أن تحال على العدالة تم إحالتها على العدالة، والتي يستحق أصحابها جزاء إداريا تم تطبيق الجزاء الإداري. ما عدا ذلك مر الامتحان في ظروف عادية جدا، كلها يعني أجواء امتحان وأجواء تنافس وأجواء يعني إيجابية جدا، يعني جعلتنا نرتاح لأبنائنا ولمستقبل أبنائنا. اسمحي لي بالمناسبة أن أشير إلى أن هذا بالنسبة إلينا يعتبر مؤشرا من مؤشرات الإيجابية في الأوساط التربوية، والتي لمسناها أيضا ربما في مسألة أخرى، ربما الفرصة مناسبة أنني ندير لها إشارة. لمسناها أيضا في الحملة التحسيسية التي أطلقناها يعني والمرتبطة بنهاية الموسم الدراسي، حيث أطلقنا نداء لأبنائنا واستشعرنا وحاولنا إشعار أبنائنا على أن هذه الكراريس وعلى أن الكتب هذه تعتبر ميراثا علميا وتعتبر قيمة علمية، يعني من واجبنا أن نحافظ عليها، ومن واجبنا أننا نعتني بهذا الكراس الذي يحمل هذا العلم الذي حصلناه. وطبعا وضعنا لأبنائنا آلية للاحتفاظ بهذه الكراريس وهذه الكتب، طبعا استعمالها واستغلالها، ولقية هذه الدعوة كل الاستجابة من طرف أبنائنا، وأعطينا صورة طيبة على مدارسنا وعلى يعني حياتنا التربوية حتى للعالم. شاكرين لأبنائنا أيضا هذا الموقف الإيجابي ولأوليائهم وللأسرة التربوية. نعم معاليك، أتفق معك أن الامتحانات لها قداسة خاصة لدى العائلة الجزائرية، لكن ربما امتحانات شهادة البكالوريا لها مكانة مميزة بما أنها هي من يفتح أبواب المستقبل للتلميذ. طيب
ونحن على بعد سويعات فقط من امتحان شهادة البكالوريا. معالي الوزير، هل من إجراءات استثنائية من أجل ضمان تنظيم محكم وآمن لهذا الحدث الوطني الهام؟ طبعا هذه مسؤولية وزارة التربية الوطنية والمؤسسات أيضا الشريكة في تنظيم امتحان شهادة البكالوريا. كل الترتيبات، كل الضمانات، كل المتطلبات التقنية والإدارية واللوجستية جاهزة، وتم اتخاذها وتم ضبطها على مستوى جميع المراكز، طبعا في تواصل مباشر مع مدراء التربية على مستوى الولايات، مع رؤساء المراكز على مستوى الولايات. بالعكس، يعني نحن رفعنا السقف فوق ما يجب أن يكون من الترتيبات الإدارية والضمانات التقنية. رفعنا السقف فوق هذا المستوى لتحفيز ويعني توجيه مدراء التربية ومديريات التربية وطاقم المؤطرين إلى الاعتناء بالمترشحين حتى خارج المراكز، توفير أماكن للراحة. طبعا بتواصلنا مع السادة الولاة مشكورين على الجهود المبذولة على مستوى الجماعات المحلية، يعني جهود مبذولة على مستوى الجماعات المحلية على مستوى الولايات، يجب أن يقدم لها الشكر الجزيل والشكر الكافي. لماذا؟ لأن هناك فعلا تكفل واحتضان لأبنائنا للمترشحين لهذا الامتحان الذي كما قلت لك هو يعني يمتلك هذه القداسة عند المجتمع الجزائري. ولذلك نحن نرى فيه أنه يعني انطلاقا من هذه القداسة لا بد أن نحتضن هذا الامتحان احتضانا تقنيا إداريا وظيفيا مهنيا، نحتضنه أيضا اجتماعيا بتوفير الظروف المناسبة للمترشحين سواء داخل مراكز الإجراء، حيث اليقظة الصارمة والجدية الصارمة والتركيز العميق في تنظيم هذا الامتحان، وخارج مراكز الامتحان أيضا من خلال الاعتناء بالمترشحين. احنا نعرف بأن المترشحين عندنا في بعض المناطق الحارة جدا التي لا بد فيها من التكفل ما بين فترات الامتحان. طبعا السادة الولاة على مستوى الولايات والسادة رؤساء البلديات والجماعات المحلية ومديريات التربية والأجهزة الشريكة معنا صاهرة على توفير هذه الظروف للمترشحين. وأنت عايشت عن قرب معالي الوزير هذه الظروف في الجنوب من خلال مزاولتك لمهامك أستاذ في طبعا بارك الله فيك. يعني كنا قد عايشنا هذه حاجة المترشح إلى أن يكون في ظروف مثلى من أجل أن يجتاز هذا الامتحان في ظروف يعني جيدة، في ظروف عادية. حاجة هؤلاء المترشحين إلى هذه الظروف مهمة جدا، ولذلك الآن ونحن على رأس هذا القطاع نسهر ونحس بهؤلاء المترشحين. يعني حفزنا وأمرنا ويعني أعطينا التعليمات اللازمة لمدراء التربية، لمديريات التربية، للمؤطرين على مستوى الولايات للتكفل الأمثل بالمترشحين. هدفنا طبعا واضح، اختصاصنا صلاحيتنا واضحة، هي توفير الظروف الفضلى والمثلى والإيجابية والنظيفة طبعا لمترشحين من أجل أن يتنافسوا بكل إيجابية، أن يتنافسوا بكل يعني نظافة على اعتلاء المناصب العليا، ليحظوا بذلك التكريم الكبير من طرف السيد رئيس الجمهورية في الحفل الكبير إن شاء الله بعد البكالوريا، وليظفروا بهذا الفخر الكبير لاعتلاء المناصب الأولى في الترتيب العام لشهادة البكالوريا. طبعا يمتد اختصاص وزارة التربية الوطنية في تنظيمها لهذا الامتحان إلى الاعتناء بالحالات الخاصة بأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، تكفل تام أيضا بأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة حسب الاحتياج الذي يعاني منه المترشح، طبعا بمواضيع مكيفة حسب هذا الاحتياج، بظروف خاصة، بترتيبات خاصة، بمرافقة خاصة أيضا، وبكل فخر نخدم أبنائنا، بكل نوفر نوفر لهم الظروف طبعا اللازمة. أيضا حتى كنتم تابعتم ويعني رافقتم الوزارة بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط، أين أوجدنا حتى مراكز
إجراء لأبنائنا المرضى المقيمين بالمستشفيات والذين لا يستطيعون مغادرة المستشفيات. هل في نفس أوجدنا لهم مراكز. معالي الوزير؟ بالنسبة لشهادة البكالوريا ما عندناش حالات، ولكن تمتلك وزارة التربية الوطنية الجاهزية الكاملة للتكفل بأبنائنا المرضى المقيمين بالمستشفيات الذين لا تسمح حالتهم الصحية بأن يكونوا متواجدين بمراكز الإجراء. أيضا تكفل بنزلاء المؤسسات العقابية، حيث فتحنا طبعا مراكز على مستوى هذه المؤسسات ليجتاز المترشحون من داخل المؤسسات، يعني المؤسسات إعادة التربية، يجتازون الامتحان كغيرهم من المترشحين. طبعا تلك المراكز على نفس الدرجة من الجاهزية، على نفس الدرجة من الضمانات، على نفس الدرجة من الإجراءات اللازمة ليكون هذا المركز في مستوى طبعا المراكز الأخرى. وليجتاز أبناؤنا جميعا هذا الامتحان في نفس الظروف. نعم. طيب، ماذا عن معالي الوزير بالأرقام؟ كم بلغ عدد المسجلين؟ هل سجلنا ارتفاعا أو انخفاضا في عدد المسجلين لهذا الامتحان هذه السنة؟ شكرا، بارك الله فيك. على كل حال الآن الجزائر دولة في الحقيقة تنمو ديموغرافيا. وفي كل سنة تسجل وزارة التربية الوطنية تزايدا في عدد المتمدرسين في كل المستويات. طبعا نحن كنا قد أشرنا إلى شهادة التعليم المتوسط، حيث كان عدد المترشحين 826 ألف مترشحا. بالنسبة لشهادة البكالوريا بلغ عدد المترشحين هذه السنة 878,857 مترشحا، من بينهم 330 ألف من الأحرار و548 ألف من المتمدرسين، متوزعين على 2964 مركز إجراء على المستوى الوطني. يؤطرهم 308 آلاف مؤطر تم تجنيدهم لهذه العملية. طبعا يشهد عدد المترشحين هذه السنة زيادة عن السنوات الماضية. وطبعا الوزارة الآن في سياستها وفي استراتيجيتها دائما تأخذ بعين الاعتبار هذه الزيادة وهذا المنحنى المتصاعد سنة بعد سنة في عدد المتمدرسين وفي عدد المترشحين، ومما يستدعي جاهزية أكبر، إمكانات أكبر، تجهيزات أكبر، ضمانات أكبر. طبعا الجاهزية التامة لوزارة التربية الوطنية ولباقي مؤسسات الدولة للتكفل الأمثل بالمترشحين. نعم، قلتم قبل قليل أن حالات الغش قد تراجعت بشكل كبير بفضل الإجراءات التي سطرتها الوزارة، طبعا بالتنسيق مع قطاعات أخرى. لكن رغم ذلك في امتحانات شهادة التعليم المتوسط سجلنا بعض حالات الغش التي زجت أو حكم على أصحابها بالسجن. في رأيكم معالي وزير إلى ما يرجع ذلك في تقديركم؟ شكرا، بارك الله فيك. أنا إذا كان لابد من كلمة أوجهها لأبنائنا المقبلين على شهادة البكالوريا، يعني بعد هذه السنوات كلها وبعد هذا الجهد كله وهذا التعب والمرافقة من الأولياء، طبعا نحن جهزنا كل الترتيبات اللازمة من أجل أن يجتاز أبناؤنا هذا الامتحان بكل شفافية، بكل إيجابية، بكل اعتماد عن النفس. وطبعا لن نسمح على الإطلاق بأن يعني يمارس أي فعل من أفعال الغش في الامتحان، سواء عن طريق الوسائل الإلكترونية أو عن طريق الوسائل الكلاسيكية وبالطرق الكلاسيكية. ولن نسمح أيضا بتورط أي موظف أو أي عون من الأعوان في يعني الإخلال بنزاهة الامتحانات كما سماها القانون. أشير إلى أبنائنا بأن قانون العقوبات تدخل سنة 2020 وجاء بنصوص شديدة وجاء بعقوبات قاسية بالنسبة لكل من يمس بنزاهة هذه الامتحانات الوطنية الرسمية الكبيرة.
سواء مس بنزاهة هذه الامتحانات بطريقة عادية أو عن طريق استعمال وسائل التواصل الفوري، يعني عن طريق الهاتف النقال، عن طريق أي وسيلة من الوسائل التكنولوجية، عقوبة قاسية من 5 سنوات إلى 10 سنوات حبسا نافذة. هذه عقوبة في الحقيقة قاسية. لا نريد لأبنائنا أن نصل إلى هذه العقوبات. نحن نريد أن نشتغل بعيدا عن تورط أبنائنا وعن سقوطهم في هذه الأخطاء. بعيدا عن هذا، نحن نريد أبنائنا أن يتنافسوا تنافسا إيجابيا، أن يعتمدوا على أنفسهم، أن يراجعوا جيدا، أن يحضروا أنفسهم. وأكيد الذي تعب تعبا متوسطا، ليس يعني حتى يعني الذي تعب تعبا كبيرا أكيد سينال درجة عالية وسينال معدلا عاليا. يعني حتى الذي بلغ متوسط المجهود وبذل متوسط المجهود يمكنه أن يحصل شهادة البكالوريا، كما يمكن لغيره أن يحصل شهادة التعليم المتوسط. طبعا نريد أبنائنا أن يركزوا على هذا، أن يركزوا على أن يعتمدوا على أنفسهم، أن يحضروا أنفسهم، أن يأخذوا قسطا من الراحة ما بين المراجعة والمراجعة، أن يهيئوا أنفسهم وأن يجتازوا هذا الامتحان بكل إرادة وبكل قوة وبكل اعتزاز على أنهم يجتازون شيئا جميلا، مسابقة مهمة. لماذا هي بهذا الشكل؟ لماذا؟ لأن يعني آبائهم وأمهاتهم وأوليائهم يتابعون، نعم، يعيشون معهم على أعصابهم، يعيشون معهم هذه المسابقة، ويعيشون معهم هذا الامتحان. ولذلك فالانجرار ولا الانسياق إلى خطأ من الأخطاء ومحاولة الغش أو ارتكاب الغش، هذا يعود ضرره ليس على التلميذ فقط، وإنما حتى على الأسرة هذه التي سهرت، على الأولياء الذين سهروا، على الآباء الذين سهروا، على الأمهات، على هذا المحيط الذي ينتظر من هذا الابن ومن هذا المترشح أن يحصل نتيجة إيجابية. ولذلك أنا أدعو أبنائنا إلى التنافس الشريف، أدعو أبنائنا إلى الابتعاد عن كل ما يمكنه أن يشوش عليهم وأن ينخرطوا في هذه الإيجابية. سينجحون إن شاء الله. نعم، هذا عن امتحانات شهادة البكالوريا بحول الله يوم غد بحول الله. معالي الوزير، ننتقل إلى محور آخر وهو محور هام جدا، وهو المكاسب التي حظيت بها الأسرة التربوية. نذكر أول مكسب هو صدور القانون الأساسي والنظام التعويضي الذي لاقى استحسانا وتثمينا كبيرا من قبل الأسرة التربوية. طبعا بعض المنظمات النقابية انتقدت هذا القانون واعتبرت أنه لا يلبي المشاكل الرئيسية المطروحة لهذا القطاع. طبعا انتهجتم أسلوب الحوار من خلال برمجة سلسلة من اللقاءات مع عدد من المنظمات النقابية التابعة لقطاعكم من أجل دراسة وتدقيق وتحليل الاقتراحات والملاحظات التي تقدمت بها هذه المنظمات النقابية. أعتقد آخر جلسة كانت نهاية شهر مايو. معالي الوزير، ما الذي تمخض عن هذه الاجتماعات؟ هل من جديد؟ شكرا، بارك الله فيك. اسمحي لي أن أشير إلى أن مشقة يعني مهنة التعليم، نعم، ويعني هذه الظروف، يعني حتى حينما نشير إلى المسابقات هذه التي نحن ننظمها وهذه الإجراءات الكبيرة في الحقيقة التي نحن نعتمدها يتحملها المؤطرون في مراكز الإجراء، يتحملون ما يتحملون. مسؤولية كبيرة في الحقيقة على عاتق رئيس المركز، على عاتق أعضاء الأمانة، على عاتق الحراس داخل القاعات، على عاتق المصححين، على عاتق المفتشين الذين هم الآن، يعني بعض المفتشين الذين أعدوا مواضيع الامتحان لا يزالون في العزل. نعم. لا يزالون في العزل، حيث تم عزلهم لمدة 44 يوم، بعيدين عن أهلهم وناسهم ومحيطهم الاجتماعي، منقطعين تماما عن هذا العالم الذي نحن فيه. إلى الأساتذة الذين يمارسون وظيفة التدريس اليومي داخل القاعة، وطبعا يتعاملون مع هذه الأجيال المتعاقبة، يربون هذه الأجيال المتعاقبة على اختلافها نظرا لثقل هذه المسؤولية ولمشقة طبعا هذه المهنة. نعم. تولى رئيس الجمهورية وقرر أن يحسن الظروف المهنية للأساتذة
وللمربين الذين يمارسون العملية التربوية، قرر طبعا أن يحسن يعني ظروفهم المهنية والاجتماعية، وأمر بضرورة إعداد قانون أساسي. هذا القانون الأساسي ونظام تعويضي يلبي هذا الاحتياج ويحقق هذا الهدف. طبعا وزارة التربية الوطنية كانت قد بدأت في إعداد هذا القانون الأساسي، ودخلت في جولات حوار طويلة مع المنظمات النقابية، يعني جولات استشارية، جولات حوار ونقاش، يعني السنوات الماضية 22 و 23 إلى غاية سنة 2024. وصلت طبعا هذه النقاشات إلى مستوى معين تم عرضه أمام المنظمات النقابية، ثم بعد ذلك كأي مشروع نتاع قانون لابد أن يدخل الآن إلى الرواق التقني الإداري لتتم معالجة هذه المقترحات على ضوء ما ينص عليه قانون الوظيفة العامة وقانون قوانين المالية. وطبعا تبدأ عملية ضبط هذه المقترحات وفق ما يقضي به قانون الوظيفة العامة ووفق ما تقضي به الإمكانات المالية طبعا للدولة. بعد ذلك في الأخير يعني خرجت النسخة النهائية للقانون الأساسي، تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء في 22 ديسمبر 2024، وبعد ذلك يعني صدر في جانفي في الجريدة الرسمية. حينما صدر في الجريدة الرسمية طبعا كانت المنظمات النقابية سجلت بعض التحفظات على ما ورد في القانون الأساسي، وإحنا يعني في الحين كنا شكلنا لجنة وطنية يترأسها السيد رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية لمرافقة هذه العملية وللاستماع إلى المنظمات النقابية وتلقي اقتراحاتها. احنا مقتنعين بأن أي قانون الحكم الرئيسي والأصلي له والحكم العادل بالنسبة له هو إنزاله إلى الميدان وتطبيقه في الميدان. حينما يطبق في الميدان تبدأ تظهر أين أوجه النقص فيه أو الأوجه حتى الإيجابية فيه. ولذلك اليوم يعني حينما نعود إلى مكونات الأسرة التربوية بعد أن تلقى كثير من الموظفين والموظفين الذين شملتهم أحكام النظام التعويضي وأحكام الإدماج وغيرها في القانون الأساسي، يعني كثير من الارتياح لدى مكونات الأسرة التربوية، نظرا إلى في الحقيقة إلى الزيادات التي يعني جاء بها النظام التعويضي وأقرها السيد رئيس الجمهورية ومنحها السيد رئيس الجمهورية، والتي كنا قد أعلنا عليها سابقا وقلنا بأنه يعني أستاذ تعليم ابتدائي في مستوى الدرجة السادسة يمكنه أن يتحصل على زيادة في حدود 15,000 دينار شهريا. فعلا حصل أساتذتنا على هذه الزيادات يعني واستقبلوها بكل ارتياح. طبعا أثناء المرافقة للمنظمات النقابية سجلت المنظمات النقابية بعض التحفظات. احنا طبعا مقتنعين بأن أي قانون يمكن أن يتم إتمامه، يمكن أن تتم تكملة المكاسب التي جاء بها. وفي الحقيقة القانون الأساسي هذا جاء بمجموعة من المكاسب المهمة ثمنتها كثير من المنظمات النقابية. وطبعا عبرت المنظمات النقابية عن رغبتها في الاستزادة في رفع مستوى هذه المكاسب. يمكن طبعا تحصيل ذلك وإحنا سايرين في هذه المسألة. ربما كان الملف المهم في هذا الباب هو ملف يعني موظفي المصالح الاقتصادية الذين كان الأحكام الجديدة للقانون الأساسي لم تشملهم وكذا النظام التعويضي، على أساس أنه يعني كان يمكن كان التوجه هو معالجة ما يتعلق بموظفي المصالح الاقتصادية في القطاعات في جميع القطاعات بنفس الشكل، وهو ما حصل مؤخرا، ما صدر مؤخرا في قرار مجلس الوزراء الأخير الذي طبعا فصل في هذه المسألة وأقر بالتكفل بمطالب موظفي المصالح الاقتصادية سواء في التربية الوطنية أو في التعليم العالي
أو في الصحة. وبالتالي يعني بدأت وزارة التربية الوطنية في التكفل بموظفي المصالح الاقتصادية، وكانوا طبعا استقبلوا هذا الأمر بكل ارتياح، وسيرين يعني احنا في تسوية هذا الملف بالسرعة اللازمة. نعم معالي الوزير، مكسب آخر خلال هذا الموسم هو موافقة السيد رئيس الجمهورية على إدماج الأساتذة المتعاقدين، وما لقى طبعا أيضا استحسانا وترحيبا كبيرا من قبل هذه الفئة. معالي الوزير، إلى أين وصل هذا الملف؟ شكرا، بارك الله فيك. على كل حال المتعاقدين نعم يعني تم توظيفهم بناء على هذا الأسلوب اللي هو أسلوب التعاقد. وحينما يعني رأينا بأن هؤلاء المتعاقدين يعني أولا تم توظيفهم بناء على المنصة، بناء على متطلبات المنصة الرقمية. أين كانت المنصة هذه تشترط مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المترشح حتى يعتمد وحتى يؤخذ يمكن يعني ترتيبه في المنصة الرقمية، ويتم التوظيف بناء على هذا الترتيب الذي ترتبه المنصة الرقمية للمترشحين للتوظيف عن طريق التعاقد. طبعا حينما تم توظيف هؤلاء الأساتذة بهذا الشكل لسد الفراغ الذي كان موجودا، لا سيما بالنسبة للمدارس الابتدائية، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بأن يتولى تدريس بعض المواد، على سبيل المثال التربية البدنية. نعم. التربية البدنية على مستوى المدارس الابتدائية لابد أن يتم تدريسها عن طريق واحد متخصص، أستاذ متخصص في التربية البدنية. وطبعا كان هذا الأمر وتم الأمر بهذا الشكل. بالنسبة أيضا للغة الإنجليزية تم يعني اعتماد وتوظيف أساتذة عن طريق التعاقد لتدريس اللغة الإنجليزية على مستوى مدارسنا الابتدائية. وطبعا اعتمد أيضا هذا الأسلوب في سد النقص الموجود في مؤسساتنا التربوية، سواء في الطور الابتدائي أو في مرحلة التعليم المتوسط أو الثانوي. حينما رأينا بأن هؤلاء الأساتذة اكتسبوا من الخبرة ما اكتسبوا نتيجة ممارستهم طبعا التدريس لمدة سنة، وهناك من يعني كان عنده سنتين أو أكثر في بهذا النظام اللي هو نظام التعاقد. طبعا حينما اكتسبوا هذه الخبرة أصبح من الضروري يعني اعتمادهم كأساتذة دائمين. تقدمنا طبعا بالاقتراح للسيد رئيس الجمهورية، وطبعا السيد رئيس الجمهورية شاف بأن من الضروري طبعا إدماج هؤلاء الأساتذة، فقرره وطبعا أصدر قراره بإدماج هؤلاء الأساتذة. طبعا كان القرار هذا فائدة ويعني خير على الأسرة التربوية. أصبح هؤلاء الأساتذة الآن دائمين في الأسرة التربوية، وطبعا من ورائهم كثير من الأسر التي كانت يعني دائما تنتظر مثل هذا القرار من السلطات العليا للدولة. طبعا أشير في الأخير إلى أن نظام التعاقد هذا طريق استثنائي بالنسبة للتوظيف، طريق استثنائي. طيب بالنسبة في هذا السياق مع الوزير أسمحك، فيه تساؤلات حول تأثير هذا القرار على مسابقة التوظيف، ما ردكم؟ طبعا أنا قلت لك كان هو طريق استثنائي في التوظيف في قانون الوظيفة العمومي، هو طريق استثنائي. الأصل هو هو للمسابقة. الأصل هو للمسابقة، ولكن هذا الطريق تم اعتماده بطريقة استثنائية في ظل جائحة كورونا، حيث لم يكن من المستصاغ ولا من المسموح ولا من يعني المتاح إجراء مسابقة لجمع جميع المترشحين في نفس القاعات وفي نفس كذا. لم يكن ذلك يعني ممكنا، فتم اللجوء إلى نظام التعاقد، حيث المترشح يسجل من بيته في المنصة ويتم ترتيبه، ثم بعد ذلك يتم استدعاؤه لتولي الوظيفة. طبعا بعد ما خرجنا من تلك الظروف الخاصة، الآن أصبح من الضروري العودة إلى الأصل اللي هو المسابقة. نعم. وحتى حتى بالنسبة للمسابقة، نحن دائما نقول في وزارة التربية الوطنية أن نحن نعتمد على التوظيف من خريجي المدارس العليا للأساتذة. هذا هو منتوج التكوين. لماذا؟
لأن الذي يمارس التدريس يجب أن يكون قد تلقى تكوينا من أجل ممارسة التدريس. وهذه المسألة تضمنها لنا المدارس العليا للأساتذة. طبعا كان القطاع نلجأ إلى المسابقة أو نلجأ حتى إلى التعاقد، لأن عدد المدارس العليا لم يكن كافيا، وعدد المتخرجين من المدارس العليا لا يلبي الاحتياج الحقيقي لقطاع التربية الوطنية. ولذلك نحن طبعا نشتغل على توسيع دائرة المدارس العليا بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي، نوسع دائرة المدارس العليا حتى تصبح المدارس العليا هذه يمكنها بعد ذلك أن تحقق الكفاية والاكتفاء لقطاع التربية الوطنية. وطبعا نبدأ نتلقى أساتذة متكونين على أنهم أساتذة. واحد متكون على أنه أستاذ للتربية يعني للتعليم الابتدائي، والآخر متكون على أنه أستاذ للتعليم المتوسط، والآخر متكون على أن يكون أستاذا للتعليم الثانوي. وطبعا تكون الحاجة إلى إجراء مسابقة، وكل ما كان هناك نقص يعني يمكن سده من حيث العدد، ولكن بشرط أن يخضع بعد ذلك الأساتذة هؤلاء إلى تكوين مستمر. هذه الرؤية في الحقيقة تدخل ضمن استراتيجية تضعها وزارة التربية الوطنية، هي استراتيجية جودة التعليم. وإحنا مقتنعين بأن جودة التعليم ترتكز أساسا على أن يتولى عملية التدريس أستاذ متكون على أن يكون أستاذا متكون في تخصصه على أن يكون أستاذا في ذلك التخصص، وأن كل مادة يدرسها المتخصص في تلك المادة الذي تلقى تكوينا على أن يكون أستاذا متخصصا في تلك المادة. هذا هو ضمان جودة التعليم إن شاء الله التي نشتغل عليها في قطاع التربية الوطنية. نعم، معالي الوزير، تخفيض السن القانونية للتقاعد لموظفي هذا القطاع هو قرار أيضا أقره السيد الرئيس. طيب، ما أهمية هذا القرار في قطاعكم؟ شكرا، بارك الله فيك. على كل حال هو تتمة، يعني هو تتمة لما قلناه بشأن هذه المشقة في الحقيقة التي تتركها هذه المهنة. وأنا يعني أستذكر واحدة الصورة يعني دائما نتذكرها، هي حينما نصادف واحدا من أساتذتنا الذين علمونا وربونا ودرسونا، حينما نلتقي بأولئك الأساتذة الكبار علما والكبار في السن لا نكاد نصادف أحدهم إلا وأرهقته المهنة ورسمت على وجهه يعني صور المشقة البارزة. انحنت ظهورهم، ويعني صاروا مرهقين فعلا في أجسادهم وفي يعني في أذهانهم، استكمالا لهذا التكفل بهذه الفئة، بهؤلاء الذين علمونا جميعا. استكمالا للتكفل بهؤلاء، قرر السيد رئيس الجمهورية أن يمنح هؤلاء أيضا فرصة لأن يخرجوا تقاعد قبل السن القانوني الذي حدده القانون، اللي هو طبعا 60 سنة. يمكن لهؤلاء أن يخرجوا قبل بلوغهم هذا السن، يمكنهم أن يستفيدوا من 3 سنوات راحة، يخرجوا تقاعد. طبعا نظرا لهذه المشقة التي تتميز بها هذه المهنة، بالنسبة للقطاع وللأسرة التربوية تلقته بكل فرح وسرور، طبعا مستشعرين هذه الأهمية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لقطاع التربية الوطنية، مستشعرين هذه الأهمية. وأنا أقول لك بأن هذه الأهمية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لقطاع التربية الوطنية هي التي تثقل المسؤولية على عاتقنا وعلى عاتقي وعلى كاهل الأسرة التربوية في أن يبذلوا أكثر، في أن يبذلوا مجهودات أكبر، في أن يجسدوا فعلا هذا المسعى وهذا الهدف الذي يتحدث عنه السيد رئيس الجمهورية، هو أن نوجد لهذه الأجيال مربيا الذي يمارس العملية التربوية، وأن يمارس هؤلاء الأساتذة العملية التربوية
لهذه الأجيال الكبيرة جدا، هذه الثروة التي بين أيدينا. نحن نشتغل على تربيتها وعلى تعليمها وعلى تحضيرها للمستقبل. من هؤلاء ستكون الإطارات التي تبني البلد وتحمل البلد على عاتقها. ولذلك طبعا العملية سريعة، يعني لا تكاد السنوات أن تنتظرنا. اليوم هذه الثروة وهؤلاء التلاميذ موجودين عندنا في الابتدائي، غدا سنجدهم كبارا في الجامعات، بعد ذلك سنجدهم إطارات في الدولة. فإذا لم ننتبه إلى ضرورة التربية، إلى ضرورة تكثيف وتجويد العملية التربوية، ستضيع كثير من الجهود وستكون طبعا النتيجة غير محمودة في المستقبل. ولذلك على قدر هذه الأهمية التي أعطاها السيد رئيس الجمهورية للأسرة التربوية، على قدر المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات وعلى عاتق الأسرة التربوية، أساتذة، مفتشين، مدراء مؤسسات تربوية، نظار، مشرفين تربويين، مستشارين، يعني موظفي مصالح اقتصادية، موظفي مخابر. كل هؤلاء العملية التربوية على عاتقنا جميعا. في أننا نؤطر هذه الأجيال، نربيها التربية الحسنة، التربية الفضلى، لنصنع منها إن شاء الله يعني إطارات يعني ذات كفاءة عالية للمستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. طيب معالي الوزير، هذا عن المكاسب، ماذا عن الإصلاحات البيداغوجية التي تطرقتم إليها في عدة مناسبات؟ هل أطلعتمونا على مستجدات هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بتحيين البرامج والمناهج؟ طبعا الحديث عن المناهج والحديث عن البرامج مهم جدا. لماذا؟ لأن جودة التعليم هذا ركيزتها الأساسية. ركيزتها الأساسية هي المناهج والبرامج، والحاجة ملحة إلى ضرورة الانتباه إلى المناهج التي نعتمدها في العملية التربوية، وإلى البرامج التي يتلقاها أبناؤنا أو يتلقاها حتى الأساتذة الذين يتلقون التكوين، حتى موظفين الذين يتلقون تكوينات، سواء كانت تكوينات قاعدية أو التكوينات المستمرة. هذه البرامج يجب الانتباه إليها. لماذا؟ لأنه لابد من انسجامها مع متطلبات الحياة العصرية الحالية، متطلبات المستجدات العلمية التي يجب أن يتم بناؤها تدريجيا، ويعني تعليمها لأبنائنا بطريقة تنسجم مع كل مرحلة تعليمية. ولذلك نحن كنا يعني أعلنا عن تشكيل اللجنة الوطنية لجودة التعليم. قلنا متشكلة هذه اللجنة من مجموعة من المفتشين ومن يعني الأعضاء من المجلس الوطني للبرامج، المجلس الوطني للبرامج، وللمعهد الوطني للبحث في علوم التربية، ومجموعة من الخبراء. كنا قد بدأنا العملية بالنسبة للطور الابتدائي، وقلنا بأن عملية التجويد هذه تبدأ من الطور الابتدائي كبناء يبدأ من الأساس، ثم بعد ذلك طبعا يعني تصاعديا إلى التعليم الثانوي. تشتغل الآن هذه اللجنة على الطور الابتدائي. كنا قد انهينا من السنة الثالثة ابتدائي، يعني أجرينا فيها الإصلاحات اللازمة، لننتقل بعد ذلك إلى السنة الرابعة والسنة الخامسة في محتوى البرامج، في المناهج المعتمدة. طبعا سيرين في عملية التجويد بطريقة منهجية، بطريقة تدريجية، إلى غاية ما نصل إن شاء الله إلى مستوى التعليم الثانوي. نعم، تحدثتم أيضا في وقت سابق عن تعميم الرقمنة في قطاع التربية الوطنية. معالي الوزير، إلى أين وصلت هذه العملية، خاصة وأنكم أكدتم مؤخرا أن حتى تسجيلات السنة الأولى من المرحلة الابتدائية ستكون فقط عبر الأرضية ولا تقبل أي تسجيل يعني بالأوراق؟ شكرا، بارك الله فيك. أنتم على كل حال حضرتم معنا الندوة الوطنية للتحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية، كنا استعرضنا فيها على كل حال
كل الإنجازات التي تمت سابقا، وأطلقنا بالمناسبة منصات رقمية جديدة، من بينها طبعا الموقع الجديد لوزارة التربية الوطنية والخدمات التي يقدمها، من بينها أيضا تطبيق موعدي الموجه للراغبين في يعني توثيق شهاداتهم في قطاع التربية الوطنية. كنا أطلقنا أيضا تطبيق خاصة بالاستفتاءات واستطلاعات الرأي التي تحتاجها وزارة التربية الوطنية مع مجموع فئات المجتمع الجزائري. إضافة إلى ذلك كنا قد أشرنا إلى مسائل مهمة جدا، هو أن كثير من الخدمات كنا قد رقمنتها وزارة التربية الوطنية 100% من خلال الفضاءات المفتوحة. الآن يمكنكم أن تدخلوا إلى فضاء الأولياء، إلى فضاء الأستاذ، إلى مجمل الفضاءات الموجودة في قطاع التربية الوطنية. على سبيل المثال تسجيلات بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا بصفر ورقة، تسجيلات كلها رقمية. نعم. كلها رقمية. التعامل ايضا مع الامتحان هذا سيتم بطريقه رقميه، ليجد التلميذ نفسه بعد البكالوريا يسجل في الجامعه ايضا بطريقه رقميه. نعم. هذه مجمل الخدمات طبعا الموجوده داخل قطاع التربيه الوطنيه تم تنظيمها والسيطره عليها رقميا. مساله التحويلات، ومساله الخروج الولائي، ومساله الحركه التنقليه، هذه كلها تتم بطريقة رقمية. نعم. معالي الوزير، أيضا ثقل المحفظة، هذا المشكل الذي يؤرق الأولياء، التلاميذ، وحتى أنه السيد الرئيس تناوله في مجلس الوزراء وأمر بضرورة تزويد المدارس بالألواح الإلكترونية بنسبة 50%. كسؤال الأول معالي الوزير، ما هو تقييمكم لتجربة تزويد المدارس بالألواح الإلكترونية والأدوات التكنولوجية؟ كسؤال ثاني، هل هناك جدول زمني واضح من أجل تعميم هذه الألواح الإلكترونية والرقمية على كل المدارس الابتدائية؟ طبعا أنتم تابعتم أكيد القرار الأخير في مجلس الوزراء، حيث أشار السيد رئيس الجمهورية. كنا قد عرضنا مشروعا لتعميم نعم. تزويد المدارس الابتدائية باللوحات الإلكترونية. طبعا أنتم تعلمون بأن اللوحات الإلكترونية مخصصة إلى السنوات، خصوصا السنوات التي فيها كتب كثيرة. نعم. فيها كتب كثيرة، والتلميذ يحمل ثقلا على ظهره في المحفظة، ولذلك فهذا المشروع موجه للسنوات الثالثة والرابعة والخامسة. كنا قدمنا عرضا لمشروع تعميم تزويد المدارس هذه باللوحات الإلكترونية، وكان السيد رئيس الجمهورية وجه أمر بضرورة أن تكون الجهة التي تصنع اللوحات الإلكترونية إدماج نعم. الإنتاج الوطني في هذه المسألة، ودي مسألة مهمة جدا على كل حال. الآن في الجزائر كثير من الشركات، المؤسسات الناشئة التي تشتغل في هذا المجال. عندنا مؤسسات تشتغل في المجال الإلكتروني، في الهواتف الذكية. وجه السيد رئيس الجمهورية إلى ضرورة أن يكون إدماج الإنتاج الوطني لا يقل عن 70% كما صدر في قرار مجلس الوزراء. الآن نحن نشتغل على هذا المجال. سيتم تزويد إن شاء الله مدارسنا الابتدائية باللوحات الرقمية الكافية ليتم تعميم هذه المسألة على أبنائنا. طبعا يشتغل هذا إلى جوار اشتغالنا على مراجعة البرامج والمناهج. ستتضافر هذه الآليات وهذه الميكانيزمات طبعا من اجل الوصول الى الهدف اللي هو تخفيف ثقل المحفظة على ابنائنا، ليصبح ابناؤنا امام الكتاب الرقمي من خلال اللوحة الإلكترونية. نعم سيدي الوزير، هناك أيضا فئة دخيلة وجديدة على مجتمعنا تهدد الأجيال الصاعدة، والوسط المدرسي ليس في منأى عنها، وهي ظاهرة انتشار المخدرات في الأوساط المدرسية. ما هي الإجراءات ربما التي سطرتها الوزارة من أجل حماية ووقاية التلميذ من هذه الآفة؟ بارك الله فيك. وعلى كل حال
استراتيجية الوزارة هي جزء من استراتيجية وطنية كان قد أمر بها السيد رئيس الجمهورية وألح عليها نظرا لخطورتها. طبعا هي الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات، وكان قد تولى السيد وزير العدل حافظ الأختام تقديم هذه الاستراتيجية، وتولت وزارة العدل التنسيق العام بالنسبة لهذه الاستراتيجية الوطنية والإشراف العام عليها. وذهبت وزارة العدل إلى مراجعة قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومنع الاتجار بهما. طبعا العمل جاري في هذا المجال، وتتحمل وزارة التربية الوطنية جزءا مهما في هذه الاستراتيجية من خلال أولا العملية التربوية المسندة إليها، وضرورة يعني تربية الأجيال تربية تمكن من الوقاية من يعني تعاطي المخدرات بطريقة علمية، بطريقة تربوية، نحمي أبناءنا من التورط في هذه الآفة من خلال أيضا طبعا كثير من البرامج على مستوى المؤسسات التربوية، على مستوى المؤسسات التربوية، وتنشيط الأنشطة اللا صفية في هذا المجال. طبعا تكثيف أيضا أجهزة الرقابة وأجهزة الوقاية على مستوى مؤسساتنا التربوية، وماشيين في هذا الاتجاه. طبعا تتضمن الاستراتيجية الوطنية أيضا تضمين منظومات التوظيف ما يضمن سلامة الموظفين وسلامة الأساتذة وسلامة الأعوان من تعاطي المخدرات، لأنه عملية يعني خطيرة جدا أن يكون الذي يمارس العملية التربوية هو الذي يتعاطى المخدرات. فطبعا هذه الاستراتيجية الوطنية بهذا الاتجاه، بهذه الإجراءات نحن نشتغل في الجانب الموكل إلى وزارة التربية الوطنية. نعم. عن طريق العملية التربوية لأبنائنا التلاميذ، متوجهين أيضا لأولياء التلاميذ في ضرورة أن يلعب الأولياء وأن يلعب المجتمع المدني معنا، جمعيات أولياء التلاميذ، الشركاء الاجتماعيين، أن نلعب معنا الدور الإيجابي في حماية أبنائنا، في حماية مؤسساتنا من هذه الآفة الخطيرة جدا التي لا تؤثر على الاقتصاد الوطني فقط، وإنما تؤثر على مستقبل أمة بأكملها، مستقبل دولة بأكملها، لأنها تؤثر على هذه الأجيال وعلى سلامتها الصحية وعلى سلامتها العقلية، خاصة مع كل المحاولات الخبيثة من بعض الدول لتسميم المجتمع. شكرا، بارك الله فيك، يعني بارك الله فيك، مهم جدا. نعم، معالي الوزير، كسؤال أخير ونحن نختتم هذا اللقاء عشية انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا، هل يمكن أن نطمئن الأولياء بخصوص شفافية عملية التصحيح أولا، ومواعيد الإعلان عن النتائج إذا تم تحديدها، وبصفتكم المسؤول الأول عن هذا القطاع الحساس والهام، ما هي رسالتكم للمؤطرين والتلاميذ الذين سيجتازون غدا امتحانات شهادة البكالوريا التي مثل ما قلت لها قداسة خاصة للعائلة الجزائرية؟ شكرا، بارك الله فيك. حرصنا على أن يكون المفتشون، مجموع المفتشين الذين اشتغلوا على تحضير مواضيع الامتحان، طبعا احنا استقبلناهم في مكان العزل، وأشرفنا على دخولهم إلى العزل، وفي كلمتنا إليهم كنا قد وجهنا السادة المفتشين وهم خبراء في هذا المجال إلى ضرورة أن تكون المواضيع طبعا من المواضيع التي تم تدريسها، وطبعا هذا تحت إشراف المفتشية العامة للتعليم، على أن تكون هذه المواضيع في المتناول، يعني في المستوى المتوسط الذي يمكن تلاميذنا من طبعا الاشتغال والإجابة على هذه المواضيع. أيضا يعني رافقنا هذه المواضيع بالإجراءات والضمانات اللازمة من أجل أن يحظى أبناؤنا بالرعاية وبالاستقبال اللازم من أجل أن يجتازوا الامتحان هذا في ظروف حسنة، في ظروف تشجع على العطاء وتشجع على التنافس.
رسالتنا طبعا وكلمتنا للمؤطرين وللأساتذة وللمصححين هو أن يعني الضمير المهني هو طبعا هو الأساس عندنا جميعا، والركيزة الأساسية بكل ضمير مهني. نقرأ بعمق، يعني المصححون يعرفون هذا جيدا، يعني الحالة النفسية والحالة ربما التي يكون عليها المترشح. نحتاج طبعا إلى قراءة إجابته، ويعني تقدير إجابته التقدير العادل. القانون يضمن طبعا تصحيحا ثانيا للمترشح، وإذا كان هناك فارق كبير ما بين النقطتين هناك تصحيح أيضا ثالث، وتعتمد النقطة اللي هي النقطة المعقولة الأقرب ما بين النقطتين. هذه كلها ضمانات طبعا بالنسبة لأبنائنا. أنا أتوجه إلى أبنائنا في الأخير لأقول لهم أن هذه فرصة لا ينتظرها التلميذ فقط، وإنما ينتظرها أهله وذويه، ينتظرها يعني آباؤهم وأمهاتهم وجيرانهم. ويمكن للنتيجة الإيجابية أن تتحول إلى عرس، وأن تكون مصدر يعني فرح، ويعني سبب الفرح في قرية بأكملها. هناك قرى في الجزائر من ترافق مترشحا وحيدا، ترافقه في دراسته ويساعدونه، حتى الذين ليسوا أقرباءه يساعدونه في أن يحصل تعليما جيدا، في أن يصل، في أن يترشح، وهو ليس قريبهم. ولكن هذا التكافل الموجود وهذه الظواهر الموجودة عندنا في بلادنا رائعة جدا. يمكن من خلال النتائج الإيجابية أن نصنع هذه الفرحة في قرانا، في مداشرنا، في مدننا، في ولاياتنا. لذلك ندعو تلاميذنا إلى التنافس الإيجابي، إلى التنافس النظيف، إلى يعني الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يسيء إلى هذه الصورة الجميلة لمؤسساتنا التربوية، إلى هذه الصورة الجميلة لقطاعنا، فهو قطاع التربية الذي يجب أن نحافظ عليه، أن نصنع صورته الناصعة، أن نصنع صورته الإيجابية، بعيدا عن ما يمكن أن يسيء إلى هذه الأجواء، لنسعد في الأخير كما قلت لكم بأبنائنا ونكرمهم. نكرم المستويات العالية والمعدلات العالية يكرمها تفضلا السيد رئيس الجمهورية، ونكرم على مستوى الولايات جميع تلاميذنا الذين حصلوا على معدلات عالية على مستوى الولايات. مفتخرين بأبنائنا الذين يحصلون هذه المستويات العالية. وطبعا سنسلمهم بكل فخر إلى وزارة التعليم العالي، لتتولى وزارة التعليم العالي تكوينهم يصبحوا إطارات إن شاء الله في المستقبل. معالي الوزير الدكتور محمد الصغير سعداوي وزير التربية الوطنية، شكرا لكم على كل هذه المعلومات القيمة التي من المؤكد أنها ستفيد كل أطياف الأسرة التربوية والتلاميذ. شكرا مرة أخرى على قبول دعوة التلفزيون الجزائري. بارك الله فيك، بالتوفيق لأبنائنا وبالتوفيق أيضا لجميع مكونات أسرتنا التربوية. شكرا لك. إذن كان هذا اللقاء الذي جمعنا بوزير التربية الوطنية الدكتور محمد الصغير سعداوي عشية انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا يوم غد بحول الله. بالتوفيق لكل أبنائنا، إلى اللقاء.